أهلا يا جماعة، النهاردة هنعمل مع بعض أكلة مميزة، ستيك لحمة مع مكرونة بالوايت صوص. ركزوا معايا خطوة خطوة وهتفهموا كل حاجة من البداية للنهاية. أهم حاجة في أي أكلة النظافة والترتيب. حطوا كل المكونات جنبكم قبل ما تبدأوا. أول حاجة حطوا المية على النار لغاية ما تغلي وبعدين نزلوا فيها المكرونة. استمروا في التقليب واحدة واحدة وخلي بالكم ما تلزقش مع بعض. ما تنسوش تحطوا شوية ملح وشوية زيت صغيرين عشان يخلوها مفرفرة. في طاسة صغيرة حطوا شوية زبدة، بعد كده ضيفوا دقيق وحركوا كويس. بعدين حليب تدريجي، حركوا لغاية ما يبقى القوام كريمي. المكرونة لسه في الطاسة لوحدها، وأول ما القوام يتقل هنحطهم على بعض. وبكده المكرونة تكون جاهزة معانا، ويلا بينا على الستيك اللحمة. نيجي للستيك، حطوا شوية زيت في طاسة سخنة. خلي النار متوسطة، رشة ملح وفلفل على اللحم من كل الجهات. لما تحطوا الستيك في الطاسة خلي بالكم متحركوش في البداية. دلوقتي هنحط المكرونة والستيك على الطبق، وبكده أطباقنا تكون خلصت. ما تجربوها قولولي في التعليقات ايه أكتر حاجة عجبتكم، واستنوا مني وصفات أكتر قريب. ما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل والاشتراك في القناة عشان أقدر أستمر. كانت معكم هدير نادر.